السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم في مطبخ ست الكل. هنعمل مع بعض بسكوت للعيد بطريقة جميلة جدا ومقادير سهلة وبسيطة، وان شاء الله يطلع معاكي ناجح جدا. شايفين جمال البسكوتة؟ بسم الله ما شاء الله، جميل جدا وسهل جدا. تعالوا نشوف طريقتنا. اول حاجة هنجهز الدقيق بتاعنا، 3 كوبايات الا ربع دقيق، 3 الا ربع. هننخلهم كويس جدا وهنضيف عليهم نص معلقه بيكنج باودر. هنخلطهم ببعض كويس. دول كده جاهزين. معايا هنا نص كوبايه زبده على نص كوبايه سمنه، نص كوبايه ونص كوبايه، يعني 50 جرام زبده و50 جرام سمنه. عليهم كوب سكر بودر، كوب سكر بودر منخول. هنقعد نضربهم ببعض كده اهوت بالمضرب بايدينا لحد ما يتجانسوا معانا وتشوف لون افتح كده. بعد كده هننزل معانا بيضتين وعليهم رشه فانيليا. هننزل ببيضه بيضه. الاول ما البيضه الاولانيه تختفي هننزل بالبيضه التانية لحد ما تختفي. بعد كده هنضيف معلقه لبن بودر، معلقه كبيره لبن بودر. بعد كده هنضيف ربع كوبايه لبن. بعد كده هنضيف 3 معالق كبار نشا، 3 معالق نشا. هنخلطهم بالعجين كويس. بعد كده هنضيف الدقيق بتاعنا اللي احنا نخناه. هنقلب المكونات مع بعض، بس نلم المكونات مش اكتر، احنا بنعجنش في البسكوت. معايا هنا كيس الحلواني، ومعانا البلبله العريضه بتاعت البسكوت. هنشكله بالكيس سهل جدا وبسيط زي ما احنا شايفين. هنجيب الصاج بتاعنا هنشكله بالكيس بالشكل ده. اهم حاجه نعملهم كلهم مقاس واحد، سهل وبسيط وهتعمليه في اسرع وقت. طبعا اللي عايز اكتر يضاعف الكميه. اهم حاجه المقادير بالظبط وهيطلع معاكي مظبوط زي ما احنا شايفين كده. بسم الله ما شاء الله، جميل جدا. هندخله الفرن على درجه حراره 180. كنت طبعا مسخنين الفرن قبلها زي ما احنا شايفين. انا هعمل معايا الصاج ده والصينيه. بسم الله ما شاء الله، جميل جدا. شايفين السوا بتاعه؟ شايفين لونه جميل ازاي؟ البسكوتيه جميله وهشه وماسكه نفسها وناعمه في نفس الوقت. جربوا الطريقه دي هيعجبكم جدا، وقولوا لي رايكم. ولو اول مره تشوفونا متنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. واشوفكم فيديو جديد ووصفه جديده من مطبخ ست الكل. والسلام.